السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. معايا كمية البصل دي. يعني لو مش عندك كبة أو عندك حاجة بتفرمي فيها البصل واللحوم والكلام ده، أنا بستخدم المخرطة. مع المخرطة بتاعتي اهي الجميلة بتاعت الملوخية، والكيس الحلو ده بتاع الرز، كيس مكرونة، كيس سكر، على قد كمية البصل اللي انت هتعمليها وبحطه في الكيس كده، بفتح فتحة صغيرة عشان لما اجي اخرط البصل ما يطلعش يعني بره الكيس وكده. فانا بقطعه شرايح كأنك هتعملي بيه تعملي بيه كبدة، تعملي بيه اللحمة اللي هي البصل دي. هتعملي بيه يعني اي حاجة، هتخزنيه مثلا، هتعملي بيه اي حاجة. البصل لا غنى عنه طبعا في كل بيت. بقطعه شرايح كده زي ما انتم شايفين بالطريقة دي، شايفين مكعبات كده كأنك هتعملي في الكبة عادي. تمام. وبروح معبياه في الكيس كده اهوت. الكيس ده بتاع رز اللي هو 5 كيلو. ولو عندك برضو كيس مكرونة فاضي من الاكياس، لازم يكون كيس من اللي هو الخامة بتاعته متينة عشان ما يتقطعش معاكي بسرعة من الخرط والكلام ده. تمام. زي ما انتوا شايفين انا قطعت كل كمية البصل، يعني ما شاء الله البصل ده بتاع 2 كيلو. لقيتهم هيبوظوا كده فقلت اعملهم واعمله كده واشوحه نص تشويحه واحطه في الفريزر عادي، بدل ما يبوظوا يترمي، خساره البصل غالي والخضار والكلام ده. فانا قلت اسلي نفسي يعني وانا قاعده. بس بصراحه موضوع المخرطه ده انا بعمل الفكره دي من زمان، مش النهارده يعني. انا بعملها على طول، اي ما بلاقيني بعمل بصل كتير بقوم جايبه الكيس المشمع ده اهو، واخرط فيه عادي. مش اول مره يعني، انا كده على طول ما شاء الله. لان عندي الكبه بتاعتي ما بحبش ان انا احمل عليها يعني وكده عشان ما تبص بسرعه. وهي بصراحه كبه صغيره، مش الكبات اللي هي الكبيره دي، فما بتاخدش كتير يعني، ممكن تاخد بصلايتين بس مع بعض. فانا بستسهل يعني الطريقه دي، لان هي بتوفر عليها كتير بصراحه، وقت وكهرباء بقى وبهدله وبتاع وغسيل مواعين والكلام ده. شايفين انا بقطعه شرايح، ما كده كده انت برضو بتقطعي لك كبه بتقطعه لها شرايح وبتحطيه، مش بتحطيه سليم يعني. تمام. فانا معلش مستعجلاني بقى في المطبخ، عمالين يقولوا لي خلصي وجيبي البصل. فانا قلت لازم اقول لكم على الفكره دي، اللي ما عندهاش كبه تعمل الطريقه دي بصراحه. طريقه سريعه وموفره في الوقت وكده يعني. بجيب المخرطه وبقعد بقى اخرط البصل كده كانك بتخرطي ملوخيه عادي. تمام. بتعملي بقى واحده واحده كده او حته حته كده عشان الكيس ما يتقطعش منك، لغايه ما البصل بس ان هو يدبل تحت ايدك او يتقطع كده. المخرطه تاخد وتدي معاكي يعني زي ما انت شايفه. فانا شايله الصوت بقى عشان صوت الكيس بيغلوش جامد على الصوت، فرحت شايلاه. زي ما انتوا شايفين ابني عمال يقول لي اعملي كده واعملي كده واعملي كده، بقول له طب ما تاخد تعمل انت. هو قاعد عمال يعيط من البصل. زي ما انتوا شايفين. مش مشكله بقى عشان الفتحه بتاعه الكيس وسعت مني يعني، فالبصل هتلاقي كل شويه حاجه بتقع، وهو عشان لسه ما اتفرمش فلسه ناشف تحت المخرطه، وبيتزحلق بقى كمان مع انه في الكيس بيتزحلق. والبصل عشان المادة اللي فيه المادة الرقيقة اللي فيه دي بتزحلق، حتى هي لو جت تحت السكينة وكده بتلاقيها بتزحلق معاكي. تمام. فطول ما انتي بتخرطي في البصل بتقعدي بقى تلفي الكيس كده شمال ويمين لغاية ما بتجيبيه يعني على الجوانب اللي هي فيها البصل الخشن او الحتت اللي لسه سليمة، وتعمليه بقى. تمام. بس بصراحة والله فكرة بتنجز وقت معايا ومجهود وكده يعني. لما بكون هعمل بقى حاجة يكون فيها البصل كتير، طبعا في أكلات بيبقى بتحتاج بصل كتير يعني وكده، فأنا بعمل الطريقة دي. ولما أكون هعمل محشي برضو تجيبي 5 6 بصلايات كده وتعملي، ببقى عاملة ما شاء الله برضو كمية. بجيبهم واحطهم كده في الكيس وانا واقفة في المطبخ على الرخامة كده، اقوم ما بياخدش معايا وقت بالمخرطة، وعشان بتبقى كمية قليلة وكده بتفرم بسرعه معايا. تمام. هم عمالين بس مستعجليني، عمالين يقولوا لي خلصي خلصي عشان بتعمل اكل وكده فمحتاجاه. فانا قلت لها لازم اقول الفكره دي لحبايبي ومتابعيني الكرام، لازم يشوفوا الفكره الجميله دي. هي فيها كذا واحده يعني لسه خشنه عشان ما شاء الله البصل كان كتير وهم مستعجليني فما لحقتش ان انا افرمه. بس بصراحه فكره روعه. زي ما انتوا شايفين هي فيها بقى كذا واحده كده، انا اقطعهم بالسكينه عادي مش مشكله، عشان ماخدش برضو من وقتكم كتير وما ضيعش الوقت عليا عشان بعمل غدا وكده. فقلت اوريهولكم. شايفين
الكيس لو لسه سليم معاكي ممكن تستعمليه مرة واتنين لو حافظتي عليه، لو اتقطع منك خلاص ارميه، هي الاكياس يعني كتير موجودة زي ما انت شايفة. ابني بيقول لي بقى قطعي ده وقطعي ده وشوفي وخلي بالك، بيقول لي انت مش عارفة تعملي حاجة، شايفين؟ بس هي بصراحة فكرة روعة، زي ما انتوا شايفين، جربوها وان شاء الله تدعوا لي. السلام عليكم.